بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام حيثما كنتم وأينما وجدتم، أسعد الله الأوقات واللحظات. هذا لقاء جديد متجدد، برنامجكم العلمي، جلستكم الإفتائية هلا سألوا، عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. هلا سألوا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية ويتفاعل مع انشغالاتكم الحياتية واليومية. معلمنا بإذن الله في هذا العدد فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري. أهلا ومرحبا بكم جميعا وبه. شيخنا السعيد، مرحبا بك. مرحبا أخي أحمد. الله يبارك فيك. حياة الاختلاف. يقر القرآن الكريم بالاختلاف، باختلاف اللسان والإنسان، وتذكرنا السنة المطهرة بأن طينتنا الأولى واحدة، كلكم من آدم وآدم من تراب. يقول تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الإنسانية يمكنها أن تحيا باطمئنان تحت سقف الإسلام، لأنه السقف الوحيد القادر على إذابة الإثنيات والقوميات والاختلافات في وعاء واحد من الفهم. كيف ذلك؟ حياة الاختلاف. شيخ سعيد. نعم أخي أحمد، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه التي قرأتموها من سورة الروم. فهذا الاختلاف في الألسن، والاختلاف في الألوان، والاختلاف في الطول والقصر، فاختلافات، والحمد لله أن هذا هو اختلاف وتنوع في الحقيقة. تصور معي لو كان الخلق جميعا على صورة واحدة، صحيح، يعني يفقد الناس ذلك الجمال، ذلك التنوع، ذلك الثراء، ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل على أن يختلف الخلق في ألسنتهم وفي ألوانهم وفي أشكالهم وفي صورهم. حينما ننظر مثلا في عالم الطيور، لو كانت الطيور كلها يعني على شاكلة واحدة ما كان الأمر جميلا كما نراه الآن. العصافير بأشكالها وألوانها وأصواتها شيء جميل، قدر الله عز وجل ذلك، وهذه حكمة الله البالغة. ولكن كما قلتم أخي أحمد في مقدمة اللقاء، أن السقف الوحيد الذي يحتضن الجميع، الذي يحتوي الجميع ويستغرق الجميع بقدر من الله عز وجل، فهذا قدر الله عز وجل، ولحكم كثيرة ومقاصد جليلة. ولكن نحن معاشر البشر لابد أن نبذل جهدا من أجل تحقيق، من أجل فهم مراد الله. صحيح. هذه هذه من مرادات الله عز وجل. فإذا أراد الله شيئا لابد أن نعمل على أن ننسجم مع إرادة الله ومع مراد الله عز وجل. وإن كان في أمر آخر، مثلا في أمر التيسير، وكان رب يقول يريد الله بكم اليسر، ربما يأتي يوم نتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في آية أخرى يريد الله أن يخفف عنكم. إذن حيث تتحقق إرادة الله عز وجل في ذلك حكمة، وحكمة بالغة. إذن دورنا نحن معاشر البشر أن نعمل على أن ننسجم على مقتضيات حكمة الله عز وجل، وأن نجتهد جميعا من أجل تحقيق مرادات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وفي هذا الخلق. طيب، نبينا صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى أيضا في حديث تترى منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب.
لا فضل لعربي على أعجمي، إلى أن يقول إلا بالتقوى. وهذا الحديث أيضا يوافق ويؤكد ما ورد في كتاب الله عز وجل في سورة الحجرات: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إذن وهذا مقصد من مقاصد الخلق، أن يتعارفوا لا أن يتنافروا، لا أن يتناكروا، لابد أن يتعايشوا، لا أن يقيموا حروبا ويشعلوا نيران فيما بينهم. ربي قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم وضع ذلك المعيار العادل، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معيار عادل مهما كانت الألوان والألسن والأجناس، فالإسلام لا يعترف، لأن الخالق واحد بين قوسين. المعروف الآن في بعض الفلسفات واللي يقول لك لا، هنا هذا العنصر هو هذا الجنس أرقى من هذا الجنس، مثلا كأنه يقال الجنس الأصفر أرقى من سائر الأجناس وهكذا، فهذا أمر مرفوض. وإن كان هذه النظرية سقطت من ناحية العلمية، ولكنها لا تزال قائمة من ناحية النفسية. يعني يقف هذا الرجل أمام ذلك الرجل من ناحية العلمية، لا يمكن أن يجادله في الأمر، فهذا الأمر لم يعد، لا يقوم الآن حقيقة من ناحية العلمية الصرفة، ولكن من ناحية النفسية ينظر إلى ذلك الشخص الآخر نظر احتقار وازدراء، يعتقد أنه أرقى من غيره. ونحن تذوب كل هذه الأمور تماما في أحضان الإسلام، في أحضان الوحي الطاهر: كلكم لآدم وآدم من تراب. وربنا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن نحن نجتهد في هذه الدائرة لنعمل من أجل أولا تحقيق مراد الله عز وجل والانسجام مع مقاصده ومع مقاصد القرآن والسنة، ثم أننا نحقق ذلك التعايش الفعال فيما بيننا، وأن نجتهد لإذابة كل هذه الحواجز بين قوسين المصطنعة، ليتحقق ذلك الثراء ويتحقق ذلك الانسجام وذلك التعايش وذلك التناغم بين أبناء البشر. فكلنا لآدم وآدم من تراب، من أول آدم، من أول الخلق إلى آخر الخلق نجتمع جميعا يوم القيامة على صعيد واحد. ولكن يقول ربنا في آية القرآن: واتقوا يوما، يعني ذلك اليوم الذي نعود إليه، واتقوا يوما ترجعون فيه الله. جاء الجميع، الصغار والكبار، مهما اختلفت ألواننا وما اختلفت مراكزنا الاجتماعية في دار الدنيا، واتقوا يوما ترجعون فيه الله ثم توفى كل نفس. ربي يحدث بالنفس، نفس، ما فيش هناك واحد اللي عنده يعني أفضلية على الآخر، أو عنده، ما فيش حساب قوميات، ما فيش حساب قوميات أو إثنيات، ما في ولا شيء. إن ربي يقول في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويأتي هذا المبدأ العادل، وكأن الله يطمئن جميعا: إذا جربتم مرارة الظلم في دار الدنيا فكم من شخص ظلم شخصا وكم من قوم ظلم قوما، اعتمادا على هذه الاختلافات التي بدل أن تكون مصدر ثراء وعامل انسجام، للأسف بعض الناس حولوها إلى عامل استعلاء واستكبار وتكبر وتجبر على الناس واحتقار للناس، وهذا أمر مرفوض. ثم يقول ربنا جل جلاله: هم لا يظلمون. اطمئنوا معاشر الناس، فإذا جربتم مرارة الظلم في دار الدنيا فلا ظلم عند الله عز وجل في الآخرة. بارك الله فيكم شيخنا السعيد وأحسن الله إليكم. الحياة اختلاف، موضوعنا لافتتاح هذه الحلقة باللغة الأمازيغية، لو سمحتم شيخ تفضل. الله يبارك فيك أخي أحمد. ربي سبحانه يخلق ثخلقيث، إذن سيدي خلقا ثخلقيث يميزيثن يفرقيثن تقولش نفرق ذي الأمور الجبلية، يعني ذي الأمور الفطرية أكيد يخلق ربي سبحانه. أما كان يخلق دا شبحان، يخلق دا يظن يخلق دا أغزفان ونغون والزيلن، ذا ربي ذا غدي خلقا. وقارن ذي قبايليث ولا شامذان إختارن إمولان، ما كان حتى واحد خير مواليه، يعني ولا شامذان إختارن إمولان. ولكن ربي سبحانه عز وجل إنك إلا قارها يعني وذي تزخو فايض نغادي فضلي ماني صغفياض سوذ ميس نغسس القديس لا، ولكن في كايغدي وان كان الميزان يونو غرفال
إنك الخدمة إصلحا وين يخدمن أين الهان ذوينك ساعة زلام قرن سيدي ربي ذوينك ساعة الشان غير ربي سبحانه عز وجل ما إلا أكن ما لا تخلقيت مرة ولاش وريكين كيني خاطر وسيغد فرور غد سقوم كان الفلاني نغسي سي الجهة الفلاني نغسي الجلس الفلاني ربي ذيون نكون يتخلقيت أكن من لا أغرفاليون الميزانيون وين يخدمني قلهان أثي في يوم القيامة أي نزرع أثي غلث ذو الخدمة سير في ذن الشان يوم القيامة الأعمال هي التي ترفع شأن الناس يوم القيامة ليس ألوانهم ولا ألسنتهم ولكن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى في الحقيقة يعني أن وحض ربي سبحانه عز وجل يمن ولا مش مخلفا يمثالا بالمناسبة بين قوسين من المساوئ الاستنساخ لو كان يعني الاستنساخ يباح وتكون هناك مخابر ومستشفيات يعني تجري هذه العمليات نتاع الاستنساخ بلا حدود ممكن يجي نهار يعني خلاص الناس تستغني عن تكوين الأسر ومش ليسوا محتاجين إلى تكوين أسر ولا أي شيء وبعدين تصور معي مدرج مثلا في الجامعة كامل بلون واحد ونسير في الأسواق وفي الشوارع بلون واحد ولكن قدر الله عز وجل أن يكون هذا الاختلاف على أن يكون اختلاف التنوع نحن معاشر البشر لابد أن نعمل من أجل تحقيق تلك المقاصد بوركتم شيخنا السعيد وحفظكم الله الحياة اختلاف موضوعنا الافتتاحي هذه الحلقة على بركة الله مشاهدينا الكرام نبدأ في بعض الانشغالات التي 4 انشغالات معنا سيد أحمد ولكن بعدها نتواصل مع المشاهدين أختنا فاطمة من فرنسا ما انشغالاتها وما الإجابة عليها شيخ سعيد نعم. تفضل. هذه من الأسئلة اللي بقات يعني الأخت فاطمة من فرنسا ابنة خالتي تعيش عند خالي أراد أن يزوجها في أرض الوطن يعني بإرادته هربت من البيت واشتكت وكذا وطلب منها من هذه الأخت السائلة فاطمة أن تشهد وأدت بشهادة الحق ولكن هذا خالها اللي هو في نفس الوقت بابات زوجها فأراد أن يطلقها من زوجها يعني من ابنه للأسف وهذا الأخير زوجها أيضا استاء من هذا الأمر الآن تقول ما هو الحل لهذه المشكلة طبعا هو أمرنا بالإدلاء بالشهادة لأن إنكار الشهادة لا يجوز إنكار الشهادة لا يجوز والساكت عن الحق كالناطق بالباطل سيان في الإثم ولا يمكن أن تشهد بخلاف ذلك والشهادة بخلاف ذلك تعتبر شهادة زور وشهادة الزور من الموبقات كما ورد في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم منها حديث ألا وشهادة الزور في آخر الحديث ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور إذن أنت درتي هذه الشهادة الحق الآن مهما كانت النتائج لا يهم إذا كان ربي هداهم ما يطلقوكش من أجل هذه الشهادة ما يضر لأنه أعطيتي رأيك وأعطي شهادة الحق ليس إلا وزوجك المفروض بمقتضى الشريعة وبمقتضى الحق أن يقف بجانبك وما يتخلاش عليك في هذا الظرف الصعب وهذا خالك اللي هو في نفس الوقت يعني زوج يعني والد زوجك شيخك المفروض يعني يحميك ويرعاك ويعتبرك في مقام البنت وما يتخليش عليك في هذا الأمر ثم أن الأمر لا يضر إذا كان هذا الطفلة بنت خالتك يعني هو أراد أن يزوجها الشرع والقانون كلاهما يشترط موافقتها فلا يجوز إرغام البنت على أن تتزوج بشخص لا ترغب فيه لذلك هذه مشكلة نسأل الله عز وجل أن يهدي هذا شيخك باش يعني ما يديرش الضغط على زوجك باش ما يطلقكش وأنت ممكن تستعين بأفراد الأسرة العقلاء والحكماء للتوسط من أجل إيجاد حل لهذه المسألة الأخت نادية بارك نادية امتيازيوزو هذه تقول أفطرت تقريبا حوالي 7 سنوات يعني سنوات المراهقة نتاعها طبعا بعدما بلغت سن التكليف قالت الآن ماذا أفعل ثم هل أصوم الأيام التتالية أم متفرقات الجواب مادام قلت 7 سنوات بمعنى 7 أشهر 7 أشهر ما صمتهاش طيب أكيد أنه أنت إذا كان ما صمتهاش يعني عمدا جحودا فأنت آثمة يقينا وكل يوم عن هذه عندك كفارات وهي كثيرة جدا يجوز فيها الإطعام طبعا هذا الأمر غير متاح ليس بالأمر الهين باش تصومي كل هذه الأيام ولكن إذا قدرتي تصومي هذه الكفارات الله يبارك والكفارة تكون متتالية إذا كان كفارة إذا كان فطرتي عمدا
فكل يوم فيها 60 يوم زائد ذلك اليوم يعني 61 يوم. ولكن إذا كان هذا غير متاح غير مقدور عليه وهذا هو الراجح ما تقدريش عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبالتالي نشارك في الإطعام، إطعام عن كل يوم 60 مسكينة. والمبلغ الإجمالي نتاع كل هذه الشهور تقسميه على 60 أو 61 مسكين، مادام 60 وزائد الواحد هو ذلك القضاء. هذا القدر إن شاء الله يكفي وتبرأ بذلك الذمة مع التوبة النصوح. نعم. بارك الله فيكم شيخنا السعيد. هذا عبد الحق من تيبازا يقول: أملك قطعة أرض لا أجد لها طريقا إلا الطريق العام إلا عبر أرض أخرى لجاري، وهذا الذي يرفض رفضا تاما فتح ممر، بما تنصح؟ نعم، أولا أخي عبد الحق سؤالك يدخل في واحد الباب اسمها الأرض المحصورة، يعني من الناحية الفقهية ومن الناحية القانونية. بالمناسبة حتى القانون الجزائري استخدم هذا المصطلح. معناه هذا الأخ عبد الحق عنده أرض ما يقدرش يوصل لها، ولا هذه الأرض ما عندهاش ممر إلى الطريق العام. للإجابة عن هذا السؤال وهذا الإشكال لابد من بيان أن حق الملكية معتبر شرعا ومعتبر قانونا، وصاحب الملكية عنده حق ما يسمى بالسلطات الثلاث، هذا مصطلح أيضا قانوني، يعني حق الاستعمال والاستغلال والتصرف. وحق الملكية هو من أوسع الحقوق العينية، خاطر في الفقه وفي القانون كاين واحد التمييز بين ما يسمى بالحقوق الشخصية والحقوق العينية. فالحق في الملكية هو من الحقوق العينية، أي متصلة بالأعيان أو بالعين، تسمى حق عيني. وحق الملكية هو من أوسع الحقوق العينية. هذه توطئة لازمة. طيب، ولكن هذا عبد الحق الذي يملك قطعة أرض وما عندهاش ممر يؤدي بها بتلك الأرض إلى الطريق العام، لأن كل أرض عندها يعني صاحبها عنده حق باش يوصل إلى الطريق العام. معنى هذا الأرض تسمى أرض محصورة. أرض محصورة. الآن هل عبد الحق عنده حق ولا ما عندوش؟ طبعا الاسم على نقول مسمى. نقول الأخ عبد الحق عنده حق باش يطالب جاره الرافض، يطالب جاره وديا أو قضائيا. حنبدأ بالطريق الودي. شيخنا قبل أن سامحني أتقمص ربما صفة الجار، ربما الجار لديه مبرر أن هناك طريق أخرى لأرض جاره، صحيح أنها بعيدة ومكلفة، لذلك يرفض أن يعطي هذا الحق، فماذا يفعل؟ نعم، بارك الله فيك. في الحقيقة أخي أحمد بسؤاله راه يتحدث عن شرط من الشروط الموجودة في الفقه والقانون. أيوة. بمعنى إذا كان وثني على كلام أخي أحمد، إذا كان سي عبد الحق راه يدافع عليك الجار، الأخ أحمد يدافع عن الجار، إذا كان هذا الجار يقول الكلام اللي قاله أخي أحمد، بمعنى يقول كعبد الحق أنت عندك ممر آخر ولو كان بعيدا يؤدي بك إلى الطريق العام، فليس لك الحق يا عبد الحق أن تطالب بهذا الحق اللي هو حق من حقوق الارتفاق، حق المرور. ليس لك الحق في ذلك ما دمت تملك ممرا آخر ولو كان بعيدا. إذا متى يثبت حقك؟ يثبت حقك وهو من حقوق الارتفاق إذا لم يكن هناك ممر أصلا يؤدي بك باش توصل إلى الطريق العام، أو إذا ولو كان بعيدا، وكذلك أو عندك ممر غير كافي. قد يكون الممر ضيق جدا، لأنه حتى الفقه والقانون كلاهما يتحدث عن الممر غير الكافي. وطبعا من يضبط هذه المسألة؟ من يحكم بأنه كافي أو غير كافي؟ إما وديا بيناتكم أو بالاستعانة بالجيران تاعكم يعطيوا الشهادة تاعهم، أو الاستعانة بخبير، لأنه إذا كان عجزتم عن إيجاد الحل لهذه القضية أو الفصل في هذه المسألة تلجأان إلى الخبير، والخبير العقاري هو الذي يحسم هذه المسألة، هل هذا الممر كافي أو غير كافي. إذا كان ما عندكش ممر
لهذا الأرض نتاعك باش توصل بك إلى الأرض إلى الطريق العام، تعتبر في حكم الفقه وفي حكم القانون أرض محصورة. والأرض المحصورة هذه تخلينا باش نفتحوا واحد الباب في الفقه اللي يسموه القيود الواردة على حق الملكية. ذكرنا قبل حين أن حق الملكية هو من الحقوق العينية الواسعة، ولكن هذه الحقوق، حق الملكية، له قيود ترد عليه. من هذه القيود حقوق الارتفاق. حقوق الارتفاق كالحق في المسيل والحق في المرور، الحق هذه كامل حقوق تسمى حقوق الارتفاق، وجاية في الأصل اللغوي من المرفق. طيب، إذن هذه الأرض المحصورة يسمح لك يسع بالحق من ناحية الشرعية، وماذا بك جارك يستوعب هذه المسألة. إذا كان هذه الأرض نتاعك محصورة باش تستفاد وتعبر عبر الأرض نتاع جارك من ناحية الشرعية، هذا أمر مشروع وهو من حقوقك أنت، لكي لا تظل القطعة الأرضية هذه محصورة ولا يمكن أن تستثمر من قبلك، وإلا أنت تملك الأرض ولكن لا تستفيد منها ولا تستثمرها. إذن فجارك عنده الحق، لازم عليه باش يرضخ ويعطي لك هذا الحق. ولكن كاين شروط أخرى تاع التعويض. كاين خاطر ممكن أحيانا الجيران يعني يتعسفون في استعمال الحق، يقول مادام الشرع أعطي الحق يروح يدير طريق كبيرة جدا باش ما يمرش فيه الجرار ولا سيارة ولا بكري يديروا الميزان نتاع الدابة نتاع هكذا. لكن الآن فيه السيارات، معناها العبر الآن بالسيارات، ما نقيسوش على الدواب الآن، لا بالسيارات. دبة كبيرة. دبة كبيرة، نعم. هو ما يجيش يقول لك أنا يا ندير طريق كبير جدا ما دام عندي حق يوسع فيه، لا يجوز التوسع والتعسف في استعمال هذا الحق. طيب، ومبدأ التعويض أيضا نص عليه الفقه والقانون. أيوة. وبالمناسبة باش ما نطولش في هذا الموضوع، قانون المدني ساعد الحق أنت وجارك إن شاء الله تبعونا في زوج، فتحوا قانون المدني نتاع الجزائر، قانون المدني الجزائري، من المادة 393 إلى غاية المادة 702. هذه المواد 393 إلى غاية المادة 702. هذه المواد تنص بالتفصيل على الشروط والتفاصيل القانونية لتطبيق هذا الحق من حقوق الارتفاق. رجعوا لها وباش نأكد لك الشيء اللي راه موجود في هذا القانون يوافق الفقه الإسلامي عموما، يوافق ويتفق مع الفقه الإسلامي، خاصة ما تقرر في الفقه المالكي وكذلك في الفقه الحنفي. لذلك ترجعوا إلى هذه المواد القانونية وحاولوا تطبقوها. جارك يعطي لك الممر هذا باش تديره وانت لا تتوسع فيه، وكذلك تعطي له التعويض المناسب، لأن المشرع الجزائري نص على التعويض المناسب. والتعويض المناسب قد يكون اتفاقيا بينك وبين جارك، وممكن تستعين بأحد الناس العارفين بهذا الموضوع، وإذا تعذر ذلك يمكن أن تلجأ إلى خبير يفقه هذه المسائل ويحدد لكم مبلغ التعويض، والإشكال يزول بكل بساطة دون اللجوء إلى المحاكم. إذا وصل الأمر إلى المحاكم طبعا القاضي مطالب بتطبيق هذه النصوص التي ذكرناها. نعم. بارك الله فيك شيخنا، وربي يلهم عبد الحق إلى الحق هو وجاره في هذه المسألة. هذه سيدة من بجاية تسأل عن زوجها مدمن، عافانا وإياكم الله والمشاهدين، طلقها في حالة سكر، ما حكم هذا الطلاق؟ أولا الأخت الفاضلة ما ذكرت اسمها، سيدة من بجاية، هم الخبائث حيث حضر الدمار. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث، وفعلا هو أم الخبائث. اللي يتناول الخمور يقدر يدير كل شيء، يطلق ويتعسف في الطلاق ويضيع أولاده ويخرب داره ويمزق علاقاته، المهم ويضيع ماله. يعني اللي يتناول الخمور يدير أسوأ الأمور. عليك نور. من تناول الخمور يعني قام بأسوأ الأمور. أسوأ الأمور. طيب، ولكن الآن من الناحية الفقهية حكم هذا الطلاق. نعم. أولا المسألة في خلافية. نجد فريقا من الفقهاء يقولون بإيقاع هذا الطلاق عقابا له، يعاقبون هذا الرجل الذي تناول الخمر، فبالتالي يوقعون هذا الطلاق مع طلاق واقع.
صحيح. ولكن الرأي الفقهي الثاني الذي نراه ونرجحه هو الذي يرى، يعني هذا الرأي الفقهي الذي لا يقول بإيقاع الطلاق الذي يحصل أو يصدر من شخص في حالة سكر. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، والعقل نتاعو عطله بالخمر، فإذن هو في حالة السكر. مادام العقل مناط التكليف، إذن هذا الرأي الفقهي الثاني لا يوقع هذا الطلاق، طلاق لا يقع، أي لا يرتب آثاره. وعندهم أيضا هذا الرأي الفقهي الثاني عنده حجة ثانية مفادها أن ربي قال في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى إذا كان هذا سكر، راجل سكر، نعاقبه هو. لو أوقعنا الطلاق لعاقبنا الجميع. لو كان الطلاق واقع معناه عاقبنا هو وعاقبنا زوجته وعاقبنا ولاده، تخرب بيته، تخرب العش نتاعو، راح كلش. طيب لذلك نرى أن هذا هو الرأي الأصوب، هذا هو الرأي الأرجح اللي هو عدم إيقاع مثل هذا الطلاق. ولكن ربي يهديه، ولازم تشوفي له مجلس عائلي باش يرجع لجادة الصواب، ما يجيش يطلقك من وادي. بعد مطلوب باش نترجم القبائلية عندنا غلطما فرويقي إمي فرا ورقازيم. الرأي الفقهي إن ولا تسيدت إصحى ذوين ريح حرز انت وشولت ذوين ونتسعى قفار على كميني ولا الدريام وري خرفار العشيم إن شاء الله فرويقي وري عدالة، يعني لا يقع المعنى يس وتسفغار سكوخان أقرأ مدوث فري ضارة، ولا كثير يهضر ربي إذا قصد تفضي مولانيم أو كذي مولانيس باش اسم سلاين وأث الزمن قوين يخدمك ماشي يروح هذا يسكر يروح هذا يهدى خميس ذا كان، وإن شاء الله هذه يهضر ربي سافريد نلحق. امين يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا السعيد. انا لم اريد ان اطول في المساله واتداول فيها، ومشكور هذا رايكم الفقهي الذي تؤسسونه على راي فقهي اصيل. بارك الله فيكم ووفقكم للخير. سيدة أم طارق من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسكو نجم نهضر بالقبيلية؟ تفضلي خذي راحتك سيدة أم طارق. مرحبا. ميرسي. ألو الشيخ. السلامة مرحبا. وبك. بغيت كينيغ تمثالت في ضرايي دونك بغيت سقسيغ بابا سمطوسيس كوم كريتيان. عاودي كلمة تما؟ بابا أيوه. سمطوسيس كوم كريتيان، سمطوسيس تاروميس. أيوه. سمطوسيس 6 سنوات. وي. سمطوسيس 6 سنوات وي. أيوه. دونك يسعيد سقشيش. أها. دونك كيني وروح غرار سنطل تنسى ينس سي اون سيمين ابخي يروح خاطر سقسا غداكي وزنرارا كنت سقسا غداكي لي لا موسكي نانيد اوتون كو سا مير اي باباس لي مسلمون زمرضا تروح بني غاساسكو زمرضا تروح هذا افوزكاس دونك ابخي نانيد داكور فو بوفي يالي مي كي لي روحا مي سيدة أم طارق، عذرا سيدة أم طارق، شيخنا على الأقل تلمست بعض الأفكار. سيدة أم طارق المكالمة كانت نوعا ما رديئة، سامحنا. على الأقل شيخنا السعيد تلمس بعض الأفكار، سيحاول أن يجيبك على الأقل وفق ما فهم. محمد من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعاونكم يا استاذ احمد وفضيله الشيخ، الله يجازيكم ان شاء الله. واياكم سي محمد، مرحبا بك. نورتونا الشاشه ونورتونا قلوبنا معكم ان شاء الله يا رب العالمين. ربي ينورنا جميعا محمد خويا. مرحبا محمد. يا استاذ احمد عندي سؤالين. مرحبا بك. الله يبارك فيك واللي عندك ان شاء الله. استاذ عندي سؤال عن انا العام اللي فات مشيت للعمره مع الوالده. ايوه. معنا المهم حقنا المدينه، قضينا ايامات في المدينه ومشينا في الليل لمكه. كي لحقنا لمكه يا استاذ دخلنا للفندق، حطينا البضائع دوانا كما نقولوا حنايا الجيد نتاعنا عطانا البطاقه تاع الفندق،
وفي نفس الوقت يعني لحقنا على 2 تاع الصباح، مشينا على 5 تاع العشيه من المدينه، لحقنا على 2 تاع الصباح لمكه. في نفس الوقت قالنا يا ودي دوك نديروا الطواف على الكعبه. كي خرجنا يا استاذ من الفندق، مشينا حوالي بالك نقول لك واحد 200 300 متر مع المجموعه، وانايا كنت ماشي مع وليد عمتي. الوالده يا استاذ كما نقولوا حنايا شغل ضاعت لنا. راك معايا يا استاذ؟ واضح. ضاعت للوالده، خلاص انا ضاعت للوالده، ضاع لي كلش. المرشد هذا قال لك يا ودي روح تروح معنا، ومن بعد ان شاء الله نشوف نحوسوا على الوالده. دخلنا للكعبه، طفنا، صليت ركعتين، طفنا في الصفا والمروه. يا استاذ كما نقولوا حنايا ما كنتش واعي، ما كنتش مركز، يعني الامور اللي درتها ما كنتش واعي فيها كاع هكاك، كما نقولوا حنا ما كنتش حاضر. العقل تاعي مع الوالده، لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد اللي كملنا حنا الاشواط تاعنا تاع الصفا والمروه، الوالده تلاقينا بها. الشيء صعب السؤال الاول، هذه يعني اللي نقولوا مثلا الامور اللي درتها، هذه كانت زي ما نقولوا مثلا انجلزت لي ولا كانت غايبه؟ طيب الوالده نتاعك دارت العمره كي تلاقيت بها الحمد لله؟ دارت العمره، طافت وصلات ركعتين في مقام ابراهيم عليه السلام، وسعات بين الصفا والمروه. يعني قالت لازم تاعها كما لازم الحال. الحمد لله ولله الحمد والشكر. انا دوك نسال على روحي، تسمى الشيء اللي كنت في هذيك اللحظه هذيك ما كنتش واعي. افهمك جيدا. ربي يحفظك يا استاذ. بارك الله فيك. والسؤال الثاني يا استاذ، كي كنا في بير عالي وقادمين داخلين لمكه، يا استاذ نسيت الخاتم في صباعي. ايوه. الخاتم هو يقول لك كما يعني الانسان كي يكون حارم ما يكون داير حتى حاجه. واضح. وانا استاذ انا كفيف ما نشوفش مليح، كنت غير مع وليد عمتي هكذا نتمشى. الخاتم مانيش عارف كيفاش نسيته في يدي. الله يبارك فيك يا سي محمد. يبارك فيك يا استاذ. بارك الله. والشيخ عندي سؤال عند فضيله الشيخ. مرحبا. يعني تكلمت معه عندها بالك مده واحد 4 شهور. ايوه. في حصه والصلح وخير. ايوه. انت الاخ محمد اخطاء الطبيه يا استاذ. الله اكبر يا اخويا محمد، اعذرنا في كل مره نبرمجوك معذور. والله غير حبيت نزورك يعني وزيد نقول لك كما تكلمت مع الحصه اللي فاتت مع الزوابري هذاك زبيري تاع زبيري محمد زبيري. بغيت نتبع في الحصه، وباش قلت له نجي عندك وكذا. والله الخصم نتاعو للاسف الان ننتظر موافقته. ساعلق يا اخي محمد، ماذا بك اذا كان راه جارك ولا غنزوركم في زوج ان شاء الله. لا تسمى طريق واحده ماهوش جاري، طريق واحده. طريق واحده. انا اللي على الخرجه تاع بير خادم، وهو راهو في بلديه الشحوله. معناتها كي تكون رايح لعنده راك تجوز عليا باش تروح لعنده. مرحبا. والله غير حاولت يعني في هذيك اللحظه هذيك، في هذيك الحصه هذيك، حاولت باش نتصل بك ولكن الظروف ما سمحتش. حصل خير ان شاء الله. والله غير معذور يا استاذ، وعلى بالنا بالمجهود نتاعكم، وربي يقدركم ان شاء الله. ربي يتقبل ان شاء الله جميعا ان شاء الله. بارك الله فيك. امين يا الرحمن الرحيم، وربي يحفظكم ان شاء الله يا استاذ. ودعاء يا رب يا رب. دعاء هذا واش نسحقوا ان شاء الله. دعاء. والرقم تاعي هو عندكم. واضح كلش كاين عندي التليفون، عندنا كلش. والله وتحب نخليه دوك لا محمد لا داعي خويا محمد، لانه موجود رقمك واسمك، وشيخنا ان شاء الله يتواصل معك بعد قليل باذن الله. ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا محمد من العاصمه، وشكرا جزيلا. محمد من الاستوديو معنا صباح من سوق هراس. السلام على سوق هراس. وعليكم السلام. تفضلي سيدة صباح. أخوي حبيت عندي سؤالين للشيخ. تفضلي بالأول. سؤالي الأول اللي هو عندي عمتي ماتت الله يرحمها وخلت الله يرحم عليك، وخلت مبلغ من المال في البنكة، وعندها غير الشيخ دابا وريث، وعندها أخوها وسي مات، وخلى بولاده ودراري. واش تركت عمتك عدد الاولاد اللي خلات 35 مليون.
لا، والأولاد واش خلات كامل؟ ما خلاتش اولاد. عندها واخوها اللي هو باباك اخ وي. اخ شقيق. زين. شقيقها شقيقها كي راحوا لوتار الشيخ وخرجوا الفريضه. اها. خرج غير الشيخ بابا وريث شرعي اذا خلات غير باباك فقط؟ فقط. يعني ما عندوش اخت شقيقه؟ لا ما عندوش اخ شقيق فقط. لا، تما هما كانوا خاوة بزاف وبشغل ماتوا كلهم وخلوا اولادهم. هاي واضح. وبشغل قعد غير الشيخ بابا برك هو الوارث الوحيد. هو الوارث الوحيد. خلاص واضح. الشيخ بابا استاذ حب يبري ذمته قدام ربي سبحانه، وقال مد الولاد فوق شرعا قسمتهم الشرعيه في تاع باباهم. هذا سؤال واضح. حبيت نعرف شو حكم الشرع في هذا. واضح. والسؤال الثاني عندي السرة تاع ولدي. ايوه. عمره 5 سنين، وحبيت نعرف شو الحكم تاع الشرع كي نحطها في مصحف ونخليها. ايوه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك سيدة صباح، أحسن الله إليك. نجيب إن شاء الله عن انشغالك بعد قليل. من أخت صباح إلى تيارة سيدة أم صالح أخيرا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بغيت نهضر مع الشيخ. تفضلي. ومعك الشيخ. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. لا بس الحمد لله. هضرة قبيلي. معليش تفضلي. لخاطر هضرة سمناني عندنا كنت الشيخ ويدي فهمانة مليح. معليش عاودة تقبلي. سير بروبليم تمغارتي والواحد سنان ثلاثينيو. بروبليم كنت مغارتي ما كنت ثلاثيني. تمغارتي واش حد يبان ذاني نتنا تقالقت. تعيارية تعديل دوك كل اش حد يبان تروح للعمرة قلقت العيدة قلقت ولا من دوات السكوساينة تتقال غارة. صلتي الشيخ. سلي غامير. شنو السبه؟ شنو السبه؟ لا تقوسينا تتساق على غاره لا خاطر يموتوا مغاري وتيرحم ربي كي تيد من السيري غاس تعديل غنت تسوقي على المعنى. ومغار لا مي يموت تاك غاس الماكله تا كسميس نو بعد ند ميغيتي غاس الماكله ني غيتي تخدم طاك ناسي وركازي وناس تقاسه تغاس لا ويمانيس كي غيمانيو. انت دار قمطيقي وتكسيه وقداش يانو كي سقيا فراي كيونو فراي. يوني وفراي تالو السيودان تعاير يتعديل يوني وفراي تالو 60 يغا كي قداش ري غاسل ناس نورمال ناس تعديل غير كان الماكله وما ننتو قيم وتطلعي طارنا داك متجمد نعمه نكي الوقت شحال دي برد تعاير يتصوت لما يتنا مغارني ند ماشي دركازي ونكي دركازي مشين. يا لطيف. ايوا الكازيم امثله ضيدس الكازيم صافا نورمال وساد الشيخ ني غيد سماناني عندنا كني إن لازم داس المدن هضر نديس يسادي ما هضر تارواس هضر نديس يما تهضر ديس يسيس هضر نديس والسلالة تروح العمر تقول داك كان كي تقيم مو معنا انت راك تتوجه لنا ما تطلعي ترى خير وبركه. هاد الصوت ان شاء الله قلت ما تصوت. لا سيوضان تصوت لا مي توسا يموتوا داداس توسات عوير دالك اركازي وديماس الوحيد اللي كيف لا تكون وين غان امغاريين. يا لطيف. نكون يزيد من تكاس دوين سيري غا تعديل غاز الماكلين سيري غدي لسه مغار نسوقي عارف كنت سلاعي 30 سنه تلوعات وركازي سلاعي كان هكا لا ما يموت توسات عويرات لا تكون وين غان ومن بعد تنسلعها تلقوا خامس نكون خامنا ما تسدت تسغيمات تتفا وتقعر المعنى زيت. واضح سيدي. ومن بعد ندي واش صوره كاين كي تا صوره مي درنا الهضوره يني نكون كي دالو السيوا وتقول هتقول نفس المشاكل تخدمي المشاكل كوخان تنضى تروح تنضى تنضرط. ان شاء الله خير سيده ام صالح. موتي ونتماس قلقت ناظر الواحي نقيم الواحي وين يديلو عند لاعيرات
لا نقمو ثلاثة ديال 3 شهور اللي واضح سيدة وصالح، واضح ربي يبارك فيك. والله بغي باش يتصام كاينين يا نو تاوير نيميرو التليفون بعد قلت لاعب اثان تليفوني وثان الغرسن كان يتي كان الحمد لله. يعطيكم الصحة الله يسلمك، بارك الله فيك. شكرا صحة شكرا سيدة أم صالح، ربي يبارك فيك. الرسالة عبر الخامسة، قناة القرآن الكريم من الجزائر، البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم الدينية، يتفاعل مع انشغالاتكم الفقهية. شيخنا نبدأ ربما من بعض اللمسات التي فهمتها من السيدة أم طارق واللي كان السبب رداءة الاتصال. تفضل سيدي. الله يبارك فيك أخي، بارك الله فيك أخي أحمد. أم طارق أبوها تزوج زواجا ثانيا بامرأة مسيحية، بعد وفاته شرفت على الدفن هذه زوجته المسيحية. المهم هذه تسأل هل يجوز أن تحضر تروح للقبر وإلى آخره، باعتباره مسلم أبوها. طيب، شيء مؤسف جدا أن يحصل هذا، ولكن نقول لك أبوك مسلم تجري عليه أحكام الإسلام، ومن حقه ومن حقوق الأموات على الأحياء حضور الجنائز، هذا عموما. وما أدراك إذا كان هذا الإنسان أبا، إذن هو باباك، المفروض حضر جنازة استطعت ذلك سبيلا، طبعا بشرط أنه تندار الجنازة على حساب الطريقة الشرعية الإسلامية، مش كما خاطر بعض الناس اللي يتزوجوا بالمسيحيات للأسف الشديد، يعني يدير لهم تعميد. نعم، تعميد والطقوس هذوك المسيحية هذه. لازم بالمناسبة كاين مشاكل في هذا المجال، لابد حتى على الحكومات، ولازم ترعى هذه المسائل. هذا الإنسان مسلم تجري عليه أحكام الإسلام، ولا يجوز أن يسمح للناس هكذا لاستخدام يعني القوة نتاعهم أو ضوء نوع من الضغوط والإكراهات من أجل حرمان هذا المسلم من أن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وإلى آخره. إذا تعذر ذلك يجوز كما أفتينا في يوم من الأيام أن يدفن حتى في مقبرة فيها آخرين، لأنه الحساب كل واحد في قبره يعني. نعم، بلا ما نفصل في هذا الموضوع. هذا من كما قلت ما دام تحضير الجنازة بافا هسا يجوز باش تروح هذا الا من يموت بافا ما تزرد مين فلاس، اتزرد فلاس يجوز كي من ذا الراوي من وقت دنيذم ذا كان في كاس دعوة الخير بافا، في كاس دعوة الخير ما ينسى ما المسلمين مرة ذا يزمر غادي ذا ينفهم سقسينهم والله اعلم. نعم، بارك الله فيك شيخنا، احسن الله اليك. محمد من العاصمة نقل هذا القلق إذ طاف بالبيت العتيق وقلبه حركته للبيت وقلبه للوالدة. نعم. فقال ربما لم أكن أعي ما فعلت، فهل يصح ما فعلت؟ والله يا أخوي أحمد أخفيك سرا، كي بدا أخوي محمد يتكلم قال لك ضاعت مني الوالدة غير قلبي يتحرك يعني. لا. علاه؟ لأنه حضرنا بعض الحالات وين شخص يدي معاه عجايز وتروح له وحده، وبعدين حقيقة يعني يكون في حالة مأساوية جدا كما يقولون بالعربية أسقط في يده. سبحان الله. نعم، وراه الخشوع، وراه يعني هو عقله وقلبه، وراه المرأة هذيك وخايف منها وما تعرفش أول مرة تسافر. لذلك أستثمر هذا السؤال نتاع أخويا محمد باش نقول للناس إذا كان التزمتم هنا في الجزائر باش تديو وناس معاكم، تديو شيوخة يمغارا ولا ثمغارين العجايز، لازم تتحملوا المسؤولية كاملة، ما تغفلوش. ديت معاك زوج ثلاثة أربعة ما تغفلش، خاطر كون تغفل تروح وحدة ولا يروح واحد ويبقى قلبك يتقطر يتمزق. وكاين منهم اللي وقع بعد 5 أيام، سمانة، يومين، 3 أيام، هذيك الأيام تعيش حالة من الحزن ومن الكآبة ومن القلق. نعم، تعاسة حقيقة. نقول لهم احذروا، اديتهم أعطوا لهم تعليمات، توقفوا هنا ما تحركوش ما إلى آخره، الله غالب. هذه المسؤولية. علاش؟ باش واحد يروح يعبد ربي وهو خاشع وهو مطمئن. والآن الحمد لله أخ محمد بشرنا، قال الحمد لله لقيت يما. مادام أنت أخويا كنت مع المرشد، كنت مع الدليل ومع وليد عمك أيضا، ودرتوا الطواف، طبعا الركن الأول
نتاع الإحرام ديتوه من بير علي، يعني من الميقات المكاني، وبعدين لبيت وصلت إلى مكة المكرمة، رحت الفندق، خرجت وكذا في الطريق ثم اللي رحت لك يماك، ولكن كنت مع الدليل ودرت الطواف. انت نتكلم عليك، انت درت الطواف ودرت كما يقولوا ركعتين، صلت ركعتين خلف مقام إبراهيم، ودرت السعي بين الصفا والمروة، معناه راك جبت جميع الأركان. نقول لك مبروك عليك، عمرتك صحيحة، اطمئن. أما كون قلبك مشغول ومقلق على يمك طبعا هذا شيء طبيعي. كنا نتكلموا على الأمور الجبلية، شكون اللي تروح له يماه ويبقى ماشي مقلق؟ إذا كونك قلقا هذا لا يبطل عمرتك، عمرتك صحيحة سليمة، أسأل الله لك القبول. إذا اطمئن، لقيت يماك والحمد لله، وسألتك على يماك وقلت لي هي أيضا، والحمد لله دائما ربي يفتح والحمد لله، دارت عمرة نتاعها والحمد لله. هذا واش نقول لك صافي. إذا جاوبتك على السؤال الأول اطمئن. أما بالنسبة للخاتم فلا حرج عليك. أما بالنسبة للدعاء نقول لك أسأل الله عز وجل أن يحفظك ورجع لك بصرك، لأنه تألمنا كثيرا لوضعك الخطأ الطبي اللي تحدثنا عليه في برنامج الصلح خير ولأمثالك، وإن شاء الله ربي يهدينا جميعا باش ما تتكررش حالات الخطأ الطبي في مستشفياتنا وفي مصحاتنا. وأعدك بالزيارة أخي محمد حينما يسر الله عز وجل ذلك، أسأل الله أن يكون ذلك قريبا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا السعيد وأحسن الله إليكم. نطير إلى سوق هراس. صباح. هناك أختنا صباح اللي توفت عمتها رحمة الله عليها ولم تترك إلا مبلغ مالي في البنك، ووريثه هو الأخ الشقيق، بما كيف تقسم التركة؟ طبعا مدام عمتك رحمه الله تركت الأخ الشقيق وحده فهو العاصب الوحيد، العاصب الوحيد، وهو عاصب بالنفس. مادام عاصب بالنفس، والعصبة بالنفس عندها خصائص، من خصائصها إذا كان العاصب وحيدا يستأثر بكامل الميراث، وإذا تعددوا يقتسمون بالتساوي لتساويهم في الصفة والدرجة. إذا خوك حسب الفريضة هو اللي يورث وحده، سواء هذا المبلغ اللي قلتي 35 مليون ولا أي شيء أخرى، هو اللي يدي كلش. أما أولاد الإخوة اللي ماتوا هي قالت باش يبرأ ذمته. علاش يبرأ ذمته؟ ذمته ليست مشغولة بأي شيء، صحيح، ما هيش مشغولة إطلاقا. بغى يعطي لهم على سبيل الهدية، يعطي لهم الله يبارك، هو حر، هدية هبة. أما الحق ما عندهمش الحق. لماذا؟ لأن أولاد الأخ أو أبناء الأخ، ليس أولاد عموما، لأن الأولاد فيهم ذكور وإناث، نقول أبناء الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء، هؤلاء عصبة بالنفس ولكن أدنى درجة من الأخ الشقيق. ومما تقرر في قواعد الفرائض إذا اتفق الورثة في جهة الأخوة، الأخ الشقيق مع أبناء الأخ الشقيق ينتمي الجميع إلى جهة واحدة، فعند الاتحاد في الجهة يكون الترجيح بالدرجة، فالأخ الشقيق أقرب درجة إلى المورث المتوفى من أبناء الأخ الشقيق، فبالتالي الأبناء الأخ الشقيق محجوبون حجب إسقاط أو حجب حرمان بالأخ الشقيق، يعني باباك يدي كلش، إلا إذا كان بغى يعطي لهم هدية أو هبة فهو حر. بارك الله فيك شيخنا، أحسن الله إليك. طيب والله حكاية الصرة والمصحف ربما هي عادات في بعض المناطق، القصد منها أن شيئا من جسد هذا الرجل أو هذا الطفل يحمل في المصحف بنية أن يحفظه الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الجزء من جسده محفوظ في المصحف. فما قولكم؟ هذه يا أختي صباح بدعة لا أصل لها. باش نقول لك وليدك هذا تقرأ القرآن الكريم، القرآن يقرأ، انت قرأي القرآن الكريم عليه الصباح ومساء آيات من القرآن، الفاتحة، سمعيه كلام الله عز وجل، آية الكرسي، المعوذتان، سورة الإخلاص، قرأي عليه آيات القرآن الكريم، آيات من القرآن الكريم،
وقراي على الأدعية المأثورة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك فيه ولا تضره. دير كاع هذه الأدعية وهذا القرآن قراي عليه ما تيسر، والسلام. وإن شاء الله ربي يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته. أما باش ديري جزء من جسمه اللي عصر نتاعو في المصحف هذه نحيها وما تخليهاش داخل المصحف. المصحف خليه كما كان بعيدا عن كل الأجسام تاع البشر أو أجزاء من أجسام البشر. بارك الله فيك. شنو هو المطلوب منا أن نجعل كلام الله في قلب أطفالنا، هذا هو الجزء الوحيد. نعم. وإن شاء الله يكبر والقرآن كما قال خويا أحمد يكون في قلبه إن شاء الله تعالى، يكون في جوف وليدك إن شاء الله تعالى، مادام والف يسمعوا وهو وليد حديث كي يكبر إن شاء الله يحمله في قلبه وفي رأسه إن شاء الله. بارك الله. شيخنا ربما السيدة أم صالح من تيار تعرضت المسألة مرة ما وأعادت عرضها بالقبائلية، فأرجو أن تجيبها باللغة الأمازيغية حتى نفتح المجال ربما فيما تبقى من وقت. نعم. تفضل. أم صالح حاولت ما أش هذا مينيخ خميني تخدمض الواجبين أكد سمغارثين، تخدمض الواجبين أكد ومغاري مثل لسي عفو ربي الله يرحمه. نتساث أكثر الوستيما كده حكي ضياك أكم تتعاير ضريكم خميني خدم الواجبين يا رمضان ربي نتساثت ضبراق الروس أكم ديك من صح الشيخ كمين صحن وكم صح ولا ذنكيني إلى هاد تفض إزوران إذا من نون وقاذ أسيم سلاين إذا من السنتساث أتزمن وتنصحن وتولهن وسندرن باش دوغال سافري دوكم تسعاير راه أخطر المعايرة ياقي ورث جوزارة ذي الشرع ورث جوزارة ذا غوري جوزارة كذلك إمي التهمة القتل تاقي تواغيث باش يعني أكم تتاهم أكم تتاهم الوقاذي لنيدس باللي تسكيم الموت كفوس ربي ولكل أجل كتاب ثاقي التهمة ورث جوزارة لا ذي الشرع ولا ذي القانون بعد الشرع لو كتساوي القانون تسعون يوث العقوبة ثم قرآن خاطر ثاقي التهمة تهمة باطلة ورث جوزارة لا شرعا ولا قانونا كما خدم الواجبين اللاغي ماذ يرتاح واللي ماذ يرتاح التفاصيل ذا ناقي أتيد يهضو ربي ذا يكاد كمين الحد الأدنى إلا قد تخدمض الحد الأدنى شو المعنيس ماشي لما تمدخض إيدس أطاس خاطر يزمر أتمدخض إيدس أطاس قبلت مصالحة يزمر داوض المضرة أداوض أين كمي ضرون سواطاس كميني يخدم الحد الأدنى أتسلمض في الله ساعة الخير العسلامة ذا كان سيم يا سيدي يهضو ربي سبحانه عز وجل ودي فك ربي دي سيحنا ربي وليس ودوغال سافريد نربي سبحانه سافريد ان الخير سافريد الحق قبل صفة الحال كيما خدم المجال الواجبين ان شاء الله زديد يا رب ربي سبحانه عز وجل وتهني اولتما ام صالح. نعم. بارك الله فيكم شيخنا السعيد واحسن الله اليكم. في الخمس دقائق الاخيره عود على بدء كنتم قد تفضلتم في الموضوع الافتتاحي بوجهه نظر تامه للاستثمار في هذا الاختلاف في الألسن والألوان في عالمنا الإسلامي بل في عالمنا الإنساني. لو أسألكم هذا الانشغال هذا التوظيف على أرض واقعنا على أرضنا الطيبة في الجزائر كيف يجب أن نعيه ليكون عامل استثمار في لحمتنا الوطنية وفي قوتنا العالمية. اليوم العالم يتشظى واليوم عالم التكتلات بين الأمم والقوميات القوية، فماذا عنا في إطار هذا الهدي النبوي؟ نعم. أولا من الأمور المحسنة أن يتكتل الأقوياء والأغنياء ليزدادوا قوة وتماسكا وهيمنة على عالم اليوم. وفي المقابل اسمح لي شيخنا أن يتكتل الأقوياء، اسمح لي على هذا المصطلح. نعم. ويتفتت الأغبياء يعني. نعم بارك الله فيك. وفي المقابل يتفتت الضعفاء والفقراء، والمفروض هذو الفقراء اللي يتكتلوا أكثر ويتعاونوا أكثر باش يكون عندهم يعني مقام تحت هذه الشمس، يكون عندهم وزن، يكون عندهم اعتبار. ولكن للأسف الشديد الوضع سيء للغاية، ولكن هذا لا يفقدنا الأمل، فنحن أمة الأمل ولا بد أن نبعد اليأس من قلوبنا، ولكن لا بد أن نستثمر بالنسبة لأمتنا الجزائر لوطننا لهذا القطر أو لهذه القارة. في الحقيقة وطن كبير والحمد لله، كبير في جغرافيته، كبير وثري في ثقافته، عندنا روافد ثقافية كثيرة جدا، وكذلك سكاننا وأبناء هذا الشعب من الصحراء إلى الشمال الوسط الغرب يعني فعلا
تتحقق هذه الآية القرآن، اختلاف الألسن واختلاف الألوان واختلاف الثقافات واختلاف هذه في الحقيقة هذا ثراء. لابد أن نعمل جميعا من أن نحسن استثماره من أجل تحقيق هذا التناغم بين أبناء الشعب الواحد، تحقيق هذا الانسجام، تحقيق هذا التعايش، وأن تصرف جهودنا جميعا من أجل تحقيق شروط النهضة كما عبر عنها أستاذنا مالك بن نبي رحمه الله، أستاذ الأساتذة، أن نحقق جميع أو أن نستثمر شروط النهضة وهي موجودة فينا والحمد لله رب العالمين، لنكون كتلة قوية تبني حضارة تزرع السعادة للشقاء، تزرع الأمن والسلام، وتسهم في حل قضايا. مما يسعدنا كثيرا أن تكون الجزائر يعني واسطة خير، يعني تقوم بدور الوساطة والصلح في كثير من النزاعات، وهذا أمر متى نصنع ذلك ننفع أنفسنا وننفع غيرنا إذا عشنا في أخوة وفي سلم وفي سلام، ونستثمر هذا التنوع وهذا الثراء خدمة لوطننا وبناء لحضارتنا وخدمة لأمتنا الإسلامية الواسعة. بارك الله فيك شيخنا، هذه الكلمات الطيبات أيضا من اللغة الأمازيغية لو سمحت في ختام هذا. الله يبارك فيك. ممكن يثمرتنا الله يبارك لنا نحمد ربات نشكر نساعطس نترقوان الخير يثمرتنا لأنه قاعد يزغن دي الصحراء وقاعد يزغن دي كذورال وقاعد يزغن دي الشمال دي الجنوب دي الوسط إلى الاختلاف جارنا بلا شك ذي ثقافات ذي جيلساوان ذي مسلايين أطاس بين إقلان ديالنا ذي الاختلاف، ولكن وها ربي أينك ذي نخلاف إلى قد نستخدم باش أغينفع أمشي نحقق ذوكلي ثاجمات أن معاون فوس ديك فوس ثمورثيوث زارت كذي وقت الاستعمار وقت فرنسا يمثل لي ثمورثنا أكن مالني جزائريا أتحارف في ثمورث باش تيديك سن سقفوس بعذاو سقفوس فرنسا أماكن مزورة حرفا سلكن سيد سقعذاو ثورا ساقي إلى قن معاون أفوس ديك فوس باش نفنو ثمورثنا أم كل ثمورث والرويس كل بلاد بولادها وما ينفع بلاد غير أولادها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أستاذنا الدكتور سعيد بوزري وأحسن الله إليكم. هلا سألوا عبر الخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر. أشكر باسمكم جميعا مشاهدي الكرام أستاذنا الدكتور سعيد بوزري على ما تفضل به خلال هذا اللقاء الذي استمر خلال هذه الساعة الزمنية. برنامج هلا سألوا يتواصل معكم يوميا على الخامسة. شكرا على وفائكم، بارك الله فيكم والسلام عليكم.